فيديوهين ورا بعض اهو. دي حاجه ما عملتهاش من ايام، ما عملتهاش اصلا قبل كده. المهم ان مارفل اخيرا نزلت التيزر بتاع افنجرز دومز داي اللي كان متسرب من اسبوع اصلا على النت عادي، وبيتقال ان هيكون في تيزر تاني لثور هينزل اليومين دول برضو. بس فيلا نبدا. اول حاجه فاخيرا عرفنا ان ستيف روجرز اللي هو كابتن امريكا اللي هو كريس ايفانز هيرجع في فيلم افنجرز الجاي، ويمكن افنجرز سيكريت وورز كمان، لان هيبقوا بيستعبطوا يعني لو ما رجعش في الفيلمين. وكفايه بقى سام والهطل اللي احنا كنا عايشين فيه ده. المهم ان التيزر تحسه مشهد من المشاهد اللي بتبقى بعد التتر في افلام مارفل كده، اللي هو بعد احداث اند جيم. ده كان ممكن يكون مشهد بدل المشهد بتاع ستيف روجرز وهو بيرقص مع بيلي كارتر. بس السؤال هنا هو ده انهي كابتن امريكا؟ لان يعني هل ده كابتن امريكا اللي احنا شفناه عجوز في اخر اند جيم؟ لان ده لو هو فاحنا كده بنتكلم في الماضي، فازاي هيكون موجود في الحاضر في دومز داي؟ ولا ده نسخه تانية من العوالم المتعدده؟ لان يعني هم غالبا مش هيلغوا سام برضو، فسام هيبقى كابتن امريكا ومعاه الدرع بتاعه، وستيف روجرز هيجي ومعاه الدرع بتاعه برضو من كون تاني بقى او زمن تاني، او هيعملوا له واحد جديد والدنيا هتمشي يعني. اصل كلها بقت كابتن امريكا دلوقتي. الخوذه اللي علقها دي فكرتني بالخوذه بتاعته القديمه بتاعت ذا فيرست افنجر وافنجرز الاول. بعدين بنشوفه بيطلع البدله بتاعته بتاعت فيلم اند جيم اللي سافر بيها عبر الزمن، ولكن بنشوفه بياخد البدله وبيحطها في صندوق ويقفل عليها. فده معناه انه كان بيستخدم البدله لانها كانت بره، فيمكن هو لما رجع بالزمن ما رجعش الانفينيتي ستونز على طول، ولكنه راح عاش مع بيلي كارتر شويه الاول وبعدين بدا يرجع الاحجار واحد ورا التاني. فاهم قصدي؟ احنا كنا مفكرين انه رجع بالزمن ورجع كل الاحجار بعدين راح عاش مع بيلي كارتر، لكن ممكن يكون العكس، هو راح عاش معاها الاول بعدين قال هبقى ارجع الاحجار. اصلا كان في اخبار بعد اند جيم ان مارفل هتعمل فيلم بيحكي عن ستيف روجرز وبيلي كارتر بعد ما رجع عاش معاها، بس لغوه في الاخر عشان حسوا انه ملوش لازمه يعني. فيمكن في الفيلم ده كانوا هيشرحوا الجزئيه دي. بعدين بنشوفه شايل ابنه، الطفل لابس ازرق غالبا، يعني لو بنت كانت هتلبس بنت. وفي الحقيقه ستيف روجرز كان عنده اطفال كتير في الكوميكس، في ستيفن ونيكي روجرز من كوميكس وات اف، ودول كانوا اولاده من شيرون كارتر في الكوميكس. وفي كوميكس تانية الوات اف عنده بنت اسمها كروسيدر او سارة روجرز، ودي كانت بنته من رود بتاعه الاكس مان. وهنشوف رود يمكن في افنجرز دومز داي او سيكريت وورز برضه. وكان عنده 2 توأم من سكارلت ويتش في كوميكس وات اف افنجرز ديز اسمبلد. وكان عنده ابن من بلاك ويدو برضه اسمه جيمس روجرز في فيلم انيميشن اتعمل سنه 2008 اسمه نيكست افنجرز هيروز اوف تومورو. وفي كوميك كان عنده ابن من واحده صاحبته اسمها دير ريتشاردز في الاربعينات قبل ما يتجمد، وبعدين ابنه طلع خارق وبتاع بس في الاخر اتحول ريد سكرول، ابنه بقى ريد سكرول. وفي كوميك كابتن امريكا 1 في 2013 اتبنى ابن. وبرضه في عالم تاني عنده بنت اسمها إيلي روجرز، بنته من شيرون كارتر برضه. شيرون كارتر اللي هي بنت اخت بيلي كارتر او بنت اخوها، هي النيس يعني، على حسب مش متاكد بصراحه. لانه في كوميكس نزلت في 2016 عنده بنت من بيلي كارتر اسمها شيرون روجرز، شقي برضه كابتن امريكا. الغريب ان معظم اطفاله اصلا مش من بيلي كارتر، ودي حاجه غريبه يعني، بس اعتقد ده بسبب انه في معظم الكوميكس بيفضل في الحاضر وما بيرجعش يعيش في الماضي زي ما حصل في اند جيم. بعدين بنشوف الجمله بتاعت ان ستيف روجرز هيرجع في افنجرز دومز داي وصوت الساعه في الخلفيه. الضوء الاخضر اللي في الاخر ده غالبا الضوء بتاع عرش دكتور دوم، اللي هو يعني هو الثيم بتاع دكتور دوم اللون الاخضر عموما. وبعدين بنشوف العد التنازلي للفيلم، وغالبا كل حاجه هينزلوها ليها علاقه بالفيلم هيكون فيها العد التنازلي ده في الاخر. يعني مارفل بتموت وحرفيا الفيلم ده طوق نجاتها، فهم حاطين فيه كل طاقتهم وفلوسهم وكل حاجه يعني. اعتقد هيعملوا موقع او حاجه للكاونت داون ده لحد ما يخلص والفيلم يتعرض في السينمات في ديسمبر الجاي. من ضمن الحاجات اللي كانت اتقالت في فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر اللي صناعه هم نفس صناع افنجرز دومز داي، اللي هم الاخوين روسو ونفس الكتاب يعني. لما ستيف روجرز راح لكارتر المستشفى لما كانت بتموت، راحت قالت له هو صحيح العيال عاملين ايه؟ ما قالتهالوش بالظبط كده بس انت فاهمني يعني. فالناس بعد ما شافت الفيلم قعدوا يسالوا الاخوين روسو عن مين العيال دول، فبعدين الاخوين روسو قالوا ان العيال دول 2 ولادها من ستيف روجرز، بس ما لقوش فرصه انهم يحطوهم في الفيلم. خلي بالك هم قالوا الكلام ده قبل انفينيتي وور واند جيم وكل الشقلباظات دي. فبما انه في اخر اند جيم رجع عاش مع كارتر، فغالبا الطفل اللي شايله في التيزر ده واحد من ال2 اطفال اللي كارتر سالته عنهم في ذا وينتر سولجر. احنا عارفين ان مارفل بتحب الحركات دي يعني، انهم يرموا حاجه في فيلم بعدين يلموها في فيلم بعده ب10 سنين ولا حاجه، فاهم. بعدين بيتقال ان في التيزر التاني اللي هينزل بتاع ثور هنشوف فيه ابنه برضه، فشكله كله جايب عياله في دومز داي يعني. وده تاثير عائله الفانتاستيك فور بقى. ان شاء الله لما ينزل تيزر ثور بشكل رسمي هنبقى نتكلم عنه برضه. وبيتقال ان هينزل كمان بعده تيزر لدكتور دوم، وهيكون في تيزر رابع كمان بس مش عارفين عن ايه. ممكن يجمعوا ال3 كلهم في تيزر واحد على اساس انه تريلر بقى. وفي كلام ان في تريلر لسبايدر مان براند نيو داي برضه اتسرب، وده ممكن يخلي مارفل تنزله خلال الايام الجايه، بس هنشوف يعني. عشان استبعد بصراحه ان مارفل تنزل كل مخزونها من التريلرز قبل نهايه السنه كده. بس عموما لو نزلوا حاجه تانية هنتكلم عنها برضه ان شاء الله.
في اشاعات كمان بتقول ان توم هولاند مش هيكون موجود في دومز داي، ودي حاجه غريبه بصراحه ومش مفهومه بالنسبه لي، بس هم كده كده مستحيل يعملوا دومز داي من غير سبايدر مان، فبيتقال انهم هيجيبوا مكانه توبي ماجواير. يعني ماشي، انا مش هكون متضايق بصراحه، بس هنبقى محتاجين نفهم ليه توم هولاند مش هيكون موجود. برضه في الاخر دي كلها اشاعات يعني، بس هتبقى حاجه حلوه اننا نشوف توبي ماجواير مع وولفرين هيو جاكمان، المشهد اللي كان المفروض يتعمل اصلا في اول فيلم لتوبي ماجواير ولكنه ما حصلش. حتى كيفن فايدي طلع قال ان المشهد المحذوف بتاع نيك فيوري في نهايه اول فيلم الايرون مان، اللي كان نيك فيوري بيتكلم فيه عن سبايدر مان، ده كان المفروض سبايدر مان بتاع توبي ماجواير، وقال انه هيظهر في اول فيلم للافنجرز، ولكنه ما حصلش بسبب ان محامين سوني ما اتفقوش مع محامين مارفل، واحنا عارفين القصه بتاعت سبايدر مان ومارفل دي، فربنا يستر يعني من الحوارات دي. وبس كده، اعمل لايك لو عجبك الفيديو، ولو حابب تسمعني تاني اعمل سبسكرايب، وسلام عليكم.